الكل يذكر أن المهداوي سبق وشن أكثر من مرة هجوما غير مبرر على الدكتور ياسين العمري، وذلك بعد ضجة مسلسل الشيخة للنجمة دنيا بوطزوت، اعتمادا على مقطع مبتور من سياقه روج به مالك موقع بديل دون أن يكلف نفسه عناء البحث أن الداعية المغربي يرفض الخوض في الأمور السياسية والاقتصادية ومعاناة المواطنين، والأمر على خلاف ذلك. لكن وعلى الرغم من هذا الهجوم القوي، استجاب الدكتور العمري بصدر رحب للمشاركة على قناة المهداوي للنقاش حول موضوع المدونة، ليتفاجأ الدكتور العمري بكون المهداوي مقتنع بأن مضامين القرآن الكريم إنما نزلت على أهل قريش وليس على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كما يعتقد عموم المسلمين وحتى جمهور العلماء والمتفقهين في الدين. دابا عبلة الله يجزيك على من نزل القرآن؟ نزل على قريش، نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. جميل. حنا ملي كنشدوا قريش، حنا ملي كان المهم ما علينا، حنا ملي نزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام.